تمرين الشعر الكيرلي ان هو يكون مفرود. انا شعري كيرلي وكتير منكم يعرف ده كده دلوقتي شعري طبيعي جدا من غير ما افرده ولا اعمله اي حراره. في البدايه هنحس ان احنا مش عارفين نوصل لنتيجه مرضيه، بس بعد كده ممكن نوصل للنتيجه دي وكمان احسن مني بكتير. الناس اللي شعرهم كيرلي بيكون بصيله الشعر بتاعتهم فيها كيرف، عكس الناس اللي شعرهم ستريت الشعره تخينه وستريت من اولها لاخرها. كمان بيكون في اختلاف في قطر الشعر، يعني احنا لو خدنا الشعره دي قطعناها كده وجينا نبص باتجاه عمودي على الشعره من فوق، هنلاقي ان الشعر الكيرلي رفيع كده في القطر بتاعه، وان الشعر الستريت سميك كده في القطر بتاعه. يعني انا لو عايزه احول الشعر الكيرلي الى شعر ستريت لازم ازود شويه في سمك الشعره، ودي فكره البروتين العلاجي او بروتين الفرد. نفهم من كده ان هم عاملين بيأثروا لي في فرد الشعره. اولا سمك قطر الشعره، ثانيا الكيفيه اللي بيجف عليها الشعر. الشكل اللي الشعر بيجف عليه هو الشكل اللي بيفضل يستمر عليه. ازاي الاول ازود سمك الشعره؟ اي منتج فيه بروتين لو حطيناه في مرحله التصفيف الاخيره قبل ما الشعر يجف وبعد كده نشفنا الشعر بشكل مستقيم، الشعر هيستقر على المنظر ده. المنتجات اللي فيها بروتين اللي ممكن اصفف بيها الشعر، فبالتالي ازيد من سمك الشعر: الجل، الموس، زيت يكون فيه نسبة بروتين كويسة زي زيت بذور القرع، زيت بذور الكتان، وزيت الجوجوبا، او السيرم يكون سيرم كويس. وطبعا استخدام الزيت او السيرم بيتحط لما الشعر ينشف بنسبة 70%. انا شخصيا بعمل ايه؟ بخلص خلاص غسل شعري والروتين بالكامل، وبعد كده بحط نسبة صغيرة جدا من الليف ان، وبعدها على طول نسبة صغيرة جدا من الجل وموس، نفس الموس اللي بثبت بيه الشعر الكيرلي. الموس والجل يترسب على الشعرة بنسبة كبيرة، فبيديني سمك شوية للشعر. بعد كده بعمله طاقية أو بعمله قردون، فبالتالي بيجف الشعر على الوضع المستقيم، فبالتالي المنظر بيكون طبيعته كده. تكرار العملية دي بيعود الشعر على وضع الستريت، ولما باجي اعمله كيرلي مش بيبوظ، وعايزة اقول لكم ان هو بيكون كيرلي جدا كمان.